لغة تستخدم في الذكاء الصناعي AI. لغة تستخدم في تحليل البيانات ومعالجتها. لغة إمكانياتها كبيرة وسهلة تتعلم. عرفت إيه هي؟ لغة البايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هنعرفها النهاردة إن شاء الله إيه اللي إحنا محتاجينه علشان نبدأ برمجة بلغة البايثون. فلو انت كمبيوتر او لابتوب محتاج تنزل بايثون، محتاج تسطب بعض الحاجات هنشوفها النهارده. لو انت شغال على موبايل او تابلت برضه هنعرف النهارده هتبرمج على ايه ان شاء الله باذن الله. لو انت كمبيوتر او لابتوب محتاج تنزل اول حاجه اللي هنشتغل عليه اللي هو الفي اس كود، الاديتور بتاعنا. وده نزلناه في اول فيديو خالص في مسار الويب لو تفتكروا، فارجع له اتفرج عليه بسرعة. احنا هنحط لك اللينك في الديسكريبشن علشان هنكمل بعد كده. بعد ما تنزله وتظبطه على جهازك هنكمل باقي الحاجات اللي هنسطبها النهاردة علشان نشغل بايثون. فعلى بركة الله نبدأ. تاني حاجة محتاجين ننزل لغة البايثون نفسها. هنعمل لها داونلود من الموقع بتاع بايثون.org وبعدين نسطبها على الجهاز. نروح بقى على السيرش على بايثون اورج. يجي لك اول واحد اهوت بايثون.org، خش فيه، روح على داونلود. تمام، نزل بقى الانستولر مانجر عشان ينزل لك هو بعد كده اللغة ويظبط لك الدنيا. كليك على داونلود بايثون انستولر مانجر، كليك عليها، هتلاقيه الانستولر او اللي هينزل لك اللغة اللي هيداونلود. تمام، بينزل اهوت، هينزل بسرعه خفيف جدا. كليك عليه عشان ينزل لك المانجر اللي هيسطب بعد كده البايثون كله. كليك عليه هيقول لك انزل لك المانجر، قول له انستول بسرعه، خلص المانجر. الرساله ديت بس بيقول لك ان ويندوز اسم الملف فيها عباره عن 260 كاركتر او حرف، لكن بايثون ممكن يكون الاسم فيه اطول من كده. فبيقول لك allow، يعني هتقبل الكلام ده؟ قول له اه يس طبعا، وبعدين الرساله ديت بيقول لك اضيف بايثون للباث بتاع الويندوز الباث ده اللي كنا بنضيفه بايدينا زمان. كنا بنفتح الويندوز انفايرمنت ونقعد نضيف فيها الحاجات. المانجر هنا بيعملها لك بنفسه، بيقول لك اضيف لك الملفات داخل الباص. طبعا بريس واي، يعني دوس على واي وقول له ايه يس. هنا بيسالنا هل انت محتاج تفتح الشرح وانت شغال كده في الانستليشن. طبعا احنا مش محتاجينه دلوقتي، فبريس ان نو. تمام، ودوس انتر. كده خلصنا التسطيب بتاع بايثون. نتاكد بس ان هو نزل. هنروح نفتح الكوماند برومبت ونكتب بس امر بايثون مسافه داش داش فيرجن فيرجن. كويس، نشوف نزل ولا لا. انتر. لقيت الفيرجن كده ظهرت، يبقى هو كده نزل وتمام التمام، انت جاهز تكمل. اخر حاجه افتح بي اس كود بقى علشان ينزل اداه بسيطه او اكستنشن بسيط علشان نقدر نران الكود او نشغل الكود بتاع بايثون من فيجوال ستوديو كود نفسه. روح على اكستنشن، تمام، اكستنشن دي، وابحث عن بايثون. كويس، سيرش عن بايثون، هيجي لك اول واحد هنا بتاع مايكروسوفت. كليك عليه وبعد كده اختار او كليك على انستول. هينزل لنا اكستنشن علشان نقدر زي ما قلنا نران الكود او نشغل الكود بتاع بايثون من فيجوال ستوديو كود نفسه. خلص كده تمام التمام، واداك الرساله ديت. عايز تفتح فولدر جديد بقى علشان تبرمج في بايثون وتشتغل بقى وتعيش حياتك. تمام، انا هختار اوبن فولدر. نروح على الديسك توب. كويس، احنا كان عندنا واحد قديم ده كنا شغالين فيه في مسار الويب. هفتح واحد تاني هنا، رايت نيو فولدر، واقول له ايه، بي واي وورك مثلا، ده شغل البايثون. انتر، وبعدين اختار كده الفولدر واقول له اختار الفولدر او الفهرس وسيلكت الفولدر. عمل لي بقى وفتح لي الفولدر علشان اضيف ملفاتي بقى، ملفات البايثون اللي هكتب فيها البرمجه بتاع البايثون. فانا عايز انشئ ملف دلوقتي جديد عشان اكتب فيه البرمجه. من الزرار ده كليك عليه، تمام، هيفتح لك بوكس صغير كده، اكتب فيه بقى اسم الملف، بس لازم الاكستنشن بتاعه دوت بي واي، اي اسم بقى، انا هسميه مين. تمام، دوت بي واي، لازم بي واي وانتر. عمل الملف فتحه هنا علشان ابتدي اكتب اكوادي بقى بتاع البايثون. دونت شو ذس اجين. هنكتب بقى اول سطر كود لنا ونجربه. نكتب بس برنت واقول له اكتب هاي فروم بايثون، اي حاجه، ونرن. فين رن؟ رن فوق اهي، رن ستارت الباجنج تراست كونتينيو. تلاقي في زرار هنا ظهر كده صغير، ران منه، ران، كليك عليه بيشغل، هيفتح لك التيرمينال، هيترجم السطر ده ويطلع لك النتيجه بتاعته. فانت كده جاهز، مرحبا بك في عالم البايثون ان انت تكتب اكواد في البي اس كود بقى ونشتغل فيها. طب اللي معاه موبايل او تابلت هيكتب الاكواد فين بتاع البايثون ويجربها فين؟ بكل بساطه جدا هيروح على جوجل كروم، هيسيرش على موقع اسمه بروجرام اي زد. بروجرام اي زد،
يجي له اول واحد، روح فيه ادخل، هيلاقي لغات مختلفه هنا كتير جدا. بايثون موجود اهوت، لغه البايثون كليك عليها، هيلاقي في اختيارات هنا كده، خش على اونلاين كومبايلر. كويس. هيفتح له بقى مكان هنا يقدر يكتب الاكواد. تمام، هيكتب هنا الاكواد ويرن ويشوف النتيجه هنا. هنجرب بسرعه. سطر برنت هاي فروم بايثون، وبعدين ترن من هنا، هيظهر له الاوتبوت او النتيجه هنا كده. يشوف، هيقدر يكتب اكواده هنا وينفذها بكل سهوله وهو شغال على الموبايل او التابلت.